بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله احنا هنعمل معاكم فيديو جديد. فيديو جميل جدا، خليكم معانا. اول حاجه نصلي على الرسول، ندخل في المقادير، بعد كده نخش على التحضير. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل معايا بطاطس مقطعه، هنعمل صينيه بطاطس. انا كان عندي شوربه، الشوربه دي هتبقى السر بقى في طعامه وحلاوه صينيه البطاطس دي. الشوربه دي كانت في التلاجة، فانا طلعتها. ودي بطاطس متقطعه، لسه هنقطعها بقى شرايح، نعملها طرنشات كده. ومعايا بفضل الله ده فلفل، فلفل احمر، ودي طماطم. من اقل كميه طماطم وقرنين فلفل عليهم هتعملوا صينيه بطاطس عظم. شو الطماطم معايا مش كتير، بس معايا قرنين فلفل هيعوضهم وهيخليها لونها احمر وجميل. لو الطماطم عندك قليله وفي قرن فلفل احمر قرنين هيساعدوكوا وهينفعوا، هيدعموا اللون والطعم. ومعايا البصل اهون، ومعايا زيت. مش عاوز حاجه تاني. الملح في قلب الشوربه، ولو انت دقتي ولقيتيها محتاجه بتظبطي الملح بايدك. شويه بهارات بس، فلفل او كمون، دي اللي انت هتعوزيه. مقدار صينيه بطاطس معانا، لا هحط عليها خضره ولا هحط عليها توم، هنعملها خفيفه جدا وهتبقى جميله بفضل الله. شويه الشوربه دول هيفيدوني جدا ويزودوا الطعم ويعلوه معايا. انا همسك البطاطس دي اقطعها طرنشات دلوقتي، وهناخد الطماطم والفلفل نضربهم في الخلاط جامد، واقشر البطاطس بتاع البصل والبطاطس، وهرجع لكم تاني. خليكم معانا حبايبي. احنا كده ايه، قطعنا البطاطس طرنشات اهو. دي الشوربه معانا، ودي الزيت معانا، حاجتي جاهزه. ودول البصل قمت عليه قطعته وعملت طرنشات كده، تقطعيه ناعم طرنشات، دي حاجه ترجع لك. وعملت قطعت على قرن فلفل كده، بديلها ريحه وطعم جميله، وودي الطعم في حته تانية. برضو الطماطم قطعتها وقطعت على قرنين فلفل، علشان ايه، يديني طعم ولون وجمال كده ملوش حدود. هنضرب الطماطم في الخلاط ونروح على البوتاجاز نعمل الصلصه بتاع البطاطس. حابه تعمليها في فرن بوتاجاز، تعمليها صينيه برضو على عين البوتاجاز، بتبقى جميله جدا. طبعا حبايبي انا حطيت البصل والفلفل يتبلوا على النار، وضربت الطماطم بتاعتي. مجرد ما يتبلوا بس او يصفروا صفار خفيف، هنزل بالطماطم المضروبه في الخلاط. طبعا يا جماعه دي الطماطم بتاعتي المضروبه في الخلاط. انا دلوقتي ايه، حطيتها على البصل، هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض، وهوريها لكم وهوريكم احنا هنحط لها بهارات ايه. معايا داخله على التسبيك، هي هحط لها شويه فلفل اسمر. ليه هنحط فلفل اسمر بس؟ هي مفيش فيها توم، لو فيها توم كنت حطيت شويه كمون، بس انا حاطه فيها بصل بس، فهنحط فلفل اسمر للتطعيمه. والملح في قلب الشوربه، ولو لقيتها دلع هزود لها شويه ملح. هي دلوقتي داخله على التسبيك، هنقلبها بقى بس في 5 دقايق. دي صينيه البطاطس، ضفت البطاطس دلوقتي على الصلصه. شوف الطماطم بقت حمرا جميله ازاي، ده بفضل الله بالقرنين الفلفل الحمر اللي احنا حطيناهم. من اقل كميه طماطم هتاخد اللون ده لو حطيت الفلفل ده، بس للاسف هو مش متوفر السنه دي قوي، نادرا لما بلاقيه. هسيبها بقى 5 دقايق وارجع احط لها الشوربه. ده اخر مكون خالص هنحطه معانا. وبقى كده صينيه البطاطس بتاعتنا ايه، خلصت. وهسيبها بقى تكمل سواها على نار البوتاجاز على عين من فوق، او تحطها في فرن البوتاجاز عادي. كده بقى احنا ننزل ايه الشوربه بتاعتنا دسمه وجميله. هي شويه الشوربه دول كافيين ان هم يعملوا لك احلى صينيه بطاطس. ودي حته فرد دي اهي احطها فيها، واسيبها بقى تاخد وتدي كده. عايزه تاكلها جنب عيش ماشي، جنب رز ماشي، اللي انت عايزاه. مخلل بقى وحاجات من دي، وتبقى بألف هنا وألف شفا. هسيبها بقى كده، ما عادش عايزه مني حاجه الا ادوق الملح بتاعها بس، مش اكتر من كده. ده حبايبي بقى بتغلي هي، ده الدهون اللي على الوش دي شكل البطاطس بتاعتنا بتستوي. هي شكشك مع بعضها. هي الصينيه بتاعتي بقى دابت خالص، هي هنطفي عليها بقى في الوقت ده استوى، اسيبها اما تبرد واوريها. كده حبيب قلبي صينيه البطاطس بتاعتنا جميله جدا. هي تقدمها جنب رز، جنب عيش، جنب مخلل، هي جميله جدا. ولو انت عايزه تنشفها عن كده، ولو في رز، انا عندي رز، فانا سايبه فيها شويه سوائل عشان لو حد عايز يحط ايه الصوص بتاعها ده على الرز. ولو انت عايز تاكلها بعيش بنشفها عن كده شويه. دي شكل صينيه البطاطس بتاعتنا، شايفين جميله ازاي، واللون الاحمر. وبما ان احنا ما كانش معانا طماطم كتير، الفضل لله ثم القرنين الفلفل اللي حطيناهم خلوا الصينيه طعم ولون وريحه ما حصلش. الصينيه دي جميله جدا. لو محتاره على الاكل في يوم هتعمليها جنب طبق رز ابيض، جنب طبق سلطه، جنب طبق مخلل، او لو ما فيش رز خالص بتتاكل بعيش، لان انا منشفاها هو. ولو انت عايزه تاكلها برز بتبقى كده جميله، وعايزه تسيبي فيها شويه صوص او سوائل جميله جدا. لو فاض عندك شويه شوربه ما ترموهمش من اي اكل، بيطعموا الاكل جدا. تعملي بهم فاصوليا، تقدري تعملي باميه، تقدري تعملي بطاطس، اي حاجه موجوده تقدري تعمليها.
وده كان يومنا النهارده. عملنا صينيه بطاطس جنب طبق رز كان عندي، وهنعمل مخلل وعيش، واللي عايز ياكل بقى ده او ده كل واحد براحته. وده كان شكل اكلنا النهارده. فده كان شكل الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبنا صينيه بطاطس عظمه. ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك، يوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.